السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. في فيديو النهارده هنشوف ازاي نقدر نعمل ايس كريم في البيت. طعمه رائع وقوامه فيه مطه وكريمي زي الجاهز واحسن كمان، من غير مكنه ومن غير اي ادوات ولا تعقيدات. واحلى حاجه في وصفه النهارده اننا هنعمل الايس كريم بطريقه اقتصاديه، من غير كريمه خفق ولا حليب مكثف محلى، يعني بطريقه سهله وبسيطه ومكونات اقتصاديه 100%. وهنعمل أطعمة مختلفة، هنعمل بالمانجا والفراولة والفانيليا والشوكولاتة وكمان بالأوريو. وبالرغم من إننا مش عاملينه بالحليب المكثف المحلى، إلا إنه فيه المطة وقوامه كريمي جدا كأنه معمول بالحليب المكثف المحلى. لو عايزين تعرفوا سر المطة اللي فيه وسر قوامه اللي طالع كريمي كده، كملوا الفيديو للآخر. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان توصلكم اشعار بكل فيديو جديد هنزله. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة والمقادير. معايا هنا كيلو حليب بارد، هضيف عليه 3 معالق كبار نشا او كورن فلاور، وكوباية سكر، و3 معالق كبار لبن بودرة، ونص معلقة صغيرة فانيليا. نقلب المكونات دي كلها مع بعض على البارد كويس قبل ما نرفعهم على النار. وطبعا اضافة اللبن البودرة بيخليه كأنه معمول بالحليب المحلى المكثف وبيديه نفس النتيجة. الحليب المحلى المكثف هو سر المطة، واللبن البودرة هو اللي هيدينا نفس النتيجة. ودلوقتي بقى نرفع الخليط على النار، وهنفضل نقلب تقليب مستمر، مش هنشيل ايدنا خالص علشان النشا من الحاجات اللي بترقد في قاع الحلة، فلازم نقلب باستمرار علشان ما تتلسعش في قاع الحلة وتتحرق. هفضل اقلب كده على نار متوسطة لحد ما الخليط يبدأ يغلي ويتقل شوية كده، هيبقى عامل زي قوام المهلبية الخفيفة، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه. وهسيبه يبرد شوية، وبعد كده حطيته في فولة، وهغطيه بكيس تلاجة او بلاستيك ستريتش علشان ما يكونش قشر على الوش، وهحطه في التلاجة لحد ما يبرد خالص. والاسترتش او كيس التلاجة بنحطه على طول فوق وش الخليط بتاعنا ملامس ليه مباشرة علشان ما يكونش قشرة. وبعد كده هحطه في التلاجة لحد ما يبرد خالص. بعد المهلبية ما بردت، دلوقتي هضيف عليها كوباية كريم شانتيه خام وزنها 125 جرام، وعليها كوباية لبن ساقع متلج او كوباية مية متلجة، بس مهم ان الكريم شانتيه يكون خام من غير سكر. ودلوقتي بقى هنضربهم كده، ممكن بالمضرب اليدوي او المضرب الكهربائي، لحد ما القوام بتاعهم يتقل كده بالشكل ده. طبعا هو قوام الكريمة هنا مش بيتقل زي الكريمة العادية اللي احنا بنزين بيها التورت والحلويات، بيكون اخف شوية علشان ده هنعمل بيها ايس كريم. دلوقتي خلاص انا خلصت ضرب، عايزة اوريكم القوام بتاعها. شايفين ده القوام اللي انا عايزاه، زي ما قلت لكم بيكون خفيف شوية كده، وده الاساس اللي هنشتغل بيه ونعمل بيه كل الاطعمة. ودلوقتي هنبتدي نعمل النكهات اللي احنا عايزينها، وهنبدأ بالفواكه. دي فراولة مجمدة في الفريزر، هاخدها اضربها في الكبة من غير ولا نقطة مية نهائي. لو عندك فراولة طازة لازم تجمديها في الاول وبعدين تشتغلي بيها، ولازم نضربها من غير مية خالص. وحطيت عليها 3 معالق كبار عسل ابيض علشان الفراولة بتكون مزة شوية، فهتخلي الايس كريم بتاعنا دلع، فالعسل هيظبط سكره. والعسل الابيض كمان هيمنع ان الفاكهة تكون كريستالات تلج جوه الايس كريم لما نحطه يتلج في الفريزر. لو مفيش عسل ابيض نحط عسل جلوكوز او شربات تقيل بتاع الكنافة. وهاخدها اضربها تاني، عايزاه يكون ناعم قوي كده زي البيوريه. بعد كده حطيت الفراولة في بولة اكبر، وفي نفس الطبق اللي كان فيه الفراولة هاخد نفس الكمية تقريبا من الايس كريم الاساس اللي احنا عملناه، وهحطه على الفراولة وهبدأ اضربهم علشان اخلطهم كويس مع بعض. وانا بخلط حسيت ان اللون خفيف شوية، ضفت نقطتين من اللون الاحمر الغذائي علشان يكون لونه زي الجاهز، ودي اضافة مش اساسية. طبعا لو انتي حابة الايس كريم بتاعك كله يبقى بالفانيليا بس من غير اي نكهات، زي ما تحبي خالص، هتزودي بس شوية فانيليا على الايس كريم الابيض اللي احنا عملناه، وهيبقى كده ايس كريم بالفانيليا. بعد كده هحطه في علبة، واهم حاجة تكون العلبة بغطا، هفضيه فيها واحطه على طول في الفريزر. شايفين القوام بتاعه بيكون بالشكل ده. ودي اول نكهة عملتها، نكهة الفراولة. عملت كمان ايس كريم بنكهة المانجا بنفس الطريقة. ضربت المانجا المجمدة في الكبة، وحطيت عليها معلقتين عسل ابيض، وضربتها من غير ولا نقطة مية، عايزاها تكون ناعمة زي البيوريه.
وحطيت على المانجا كمية من الايس كريم الاساسي اللي احنا جهزناه بنفس كمية المانجا تقريبا، وهخلطهم كويس مع بعض واحطهم في علبة واغطيهم واحطهم في الفريزر. وبنفس الطريقة دي تقدري تعملي اي نكهة ايس كريم فواكه انتي بتحبيها، موز بقى، كانتالوب، بطيخ، خوخ، بس مهم جدا ان الفاكهة تاخديها تجمديها في الاول وتضربيها من غير ولا نقطة مية زي ما عملنا في الفراولة وفي المانجا. شوفوا بقى القوام عامل ازاي، كريمي جدا كده وتحفة. والكمية اللي اتبقت معايا قسمتها في علبتين، اول واحدة هنعملها بنكهة الشوكولاتة. وعلشان اعمل الايس كريم بالشوكولاتة ضفت عليه معلقتين كبار شوكولاتة سايحة زي النوتيلا، دي مش نوتيلا، دي نوع اسمه ماكسيتيلا بديل النوتيلا وسعره بيكون ارخص. وعلشان اعزز الطعم اكتر واخلي اللون اقوى من كده شوية هحط عليه معلقة كاكاو خام كبيرة، كاكاو خام من غير سكر، وياريت يكون الكاكاو الاسباني، النوع الاسباني بيكون لونه غامق وبيدينا طعم الشوكولاتة اكتر من اي نوع تاني. وهقلب واضربهم كويس بالمضرب مع بعض. لو مش عندك نوتيلا او بديل ليها هتضيفي معلقتين كبار من الكاكاو الخام، بس في الحالة دي هتضيفي معلقتين سكر علشان الايس كريم ما يبقاش دلع. انما لو ضفت النوتيلا مع الكاكاو مش هنضيف سكر علشان النوتيلا بتبقى مسكرة. وده اخر نوع واكتر طعم انا بحبه، الايس كريم بالاوريو. هنكسر كيسين من البسكوت الاوريو ونخلطهم مع الايس كريم، وعلشان نعزز الطعم شوية هنزود عليهم شوية من الشوكولات شيبس وهنقلبهم وهندخله على الفريزر. هندخل كل الايس كريم الفريزر، هيقعد من 8 ل 10 ساعات. نراجع مع بعض عملنا ايه. عملنا الايس كريم بالشوكولاتة والايس كريم بالاوريو والايس كريم بالمانجا والايس كريم بالفراولة. اكتر نوع انا حبيته الايس كريم بالاوريو، اكتبولي بقى في التعليقات ايه اكتر نوع بتحبوه. وده بيكون شكله بعد ما طلع من الفريزر، بنقعده في الفريزر من 8 ل 10 ساعات علشان يبقى بالشكل ده. تقدروا تقدموه في بولات او كوبايات الايس كريم او البسكوت بتاع الايس كريم زي ما تحبوا. شايفين قوامه وشكله وطعمه تحفة جميل جدا زي اغلى انواع الايس كريم، وقوامه كريمي وفيه مطة حلوة قوي. ناخد بمعلقة الايس كريم، وعلشان تكون سهل علينا كل مرة بنحطها في مية قبل ما نستعملها. تقدروا تحطوا كل نوع في بولة لوحدها او تقدروا تشكلوا زي ما انا هعمل كده زي ما تحبوا. والتقديم ده بقى زي ما تحبوا، تقدروا تقدموه سادة زي ما هو كده، وتقدروا تضيفوا عليه اي صوص بتحبوه، كراميل، فراولة، شوكولاتة، اي صوص. وتقدروا ترشوا عليه شوية من المكسرات او شوية من السبرينكلز. قبل ما اقفل الفيديو عايزة اوريكم بس القوام بتاعه قد ايه كريمي، والمطة باينة فيه جدا، يعني هي مش محتاجة كلام خالص، الشكل بيتكلم عن نفسه. وطعمه كمان تحفة جميل جدا زي اغلى انواع الايس كريم، وقوامه كريمي زي ما شفنا وفيه مطة حلوة قوي. ويا ريت بقى كلكم تروحوا دلوقتي على صفحتي على الفيسبوك بنفس الاسم مطبخ اونلاين نرمين علي، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف تحت الفيديو. تعملوا فولو او متابعة للصفحة ولايك وتكتبوا لي كومنت حلو كده منكم. كده انا خلصت الفيديو بتاعي النهارده. بتمنى من كل قلب الوصفه تكون عجبتكم، بتمنى تجربوها وتكتبوا لي رايكم في التعليقات، مستنيه رايكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. استودعكم الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفه جديده. سلام عليكم.